لقد غمرتم روحي بفيض حبكم، فألف تحية وتحية لكم. كان معكم في مسرحية الحياة قصيرة الممثل الواحد أو المونودرام، المؤلف والمخرج، السينوغراف والمسؤول عن المسرحية من ألفها إلى يائها. نحن جد سعداء ونحن نستقبل هذا اليوم 14 من ماي، ذكرى اليوم الوطني للمسرح ومقاطعة الحي المحمدي كعادتها منذ سنوات خلت تحتفي بهذا اليوم من خلال الدورة السادسة للمهرجان الوطني للمسرح في حلة جديدة. نتمنى أن تتطلع إلى كل طموح جمهورنا الواسع من البيضاء ومن الحي المحمدي على الخصوص. فمهرجاننا هذه السنة هو مهرجان غني بالفقرات المسرحية، حيث يضم عدة فرق محترفة تمثل جهات المملكة، ونلتقي لننصهر جميعا ضمن أبي الفنون الذي يرحب بنا جميعا في بقاع الحي المحمدي. هذه الدورة تحمل اسما كبيرا من قامات الحي المحمدي الذي ترك بصمة قوية داخل الساحة الفنية والثقافية على العموم، إنه الأستاذ الراحل فريد المقدر. فهذا الرجل هو أحد الأعمدة الثقافية بالحي المحمدي، ترك تاريخا حافلا بالإنجازات سواء على المستوى التربوي إذ كان مدرسا وكان ملقنا للأجيال، كان مغنيا، كان زجالا، كانت تجتمع فيه عدة مواهب. فالرجل رحمه الله كان لا يشبه غيره، فكان متعدد المواهب متفردا في شخصيته. وبهذه المناسبة استحق أن يكون رجل دورتنا لهذا العام هو الأستاذ فريد المقدر، وهو اعتراف وامتنان من المقاطعة لروح هذه الشخصية الفذة داخل تراب الحي المحمدي. أما يخص جانب التكريمات فمن الأموات نلتقي بالأحياء ونكرم إحدى الهامات المسرحية بالحي المحمدي، السعدية أزقون، هي بنت الحي المحمدي، ممثلة مقتدرة معروفة، تركت بصمتها داخل الساحة الفنية من فنها الأصيل والمتميز، إضافة إلى الفنان عبد الرحيم المنياري، فهو كذلك من الهامات المتميزة في مجال التمثيل والمسرح على الخصوص. لنعرج على أحد الموسيقيين الكبار، الموسيقار عبد الفتاح النقادي، وهي مناسبة نكرمه ضمن فعاليات هذا المهرجان. مهرجاننا يضم عدة فقرات ناهيك عن المسرح، هناك ورشات وهناك ندوات فكرية، محاضرة، وهناك توقيعات كتب لأبناء الحي المحمدي في مجال المسرح والرواية أيضا. هناك ورشة أخرى سيلتقي فيها الجمهور مع إحدى الشخصيات الفذة في مجال التمثيل، إنه الفنان عبد اللطيف خمولي، حيث سيتحفون بماستر كلاس إضافة إلى ورشة حول آلية الحكي ودورها في التواصل.